معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. خلينا نتكلم بقى في الاي اي واللي بيحصل مع الاي اي. فكرة ايه اللي ممكن نحسد جين زي عليه، وكان واحد من ابرز الحاجات دي هو الاي اي. بس بقى كل واحد بيستخدم الاي اي بطريقة ما، يعني في حد بيستفيد من التجربة ويستفيد من الاي اي، وفي حد بيخليه يشتغل مكانه. اللي بيخليه يشتغل مكانه بقى قلب عمه اللي بيسمعونا دلوقتي، يروح بقى، سواء يروح قلب عمه الصغيرين اللي بيستخدموه في المدرسه او قلب عمه الكبار اللي بيساعدهم في الشغل. خلوا بالهم علشان الموضوع ساعات بيحصل في الامور وبيتم التسليم ساعتها تسليم سوبر لوكس ساعتها. شات جي بي تي مش هينفع، والله هتتكشف قوي قوي قوي، وهتعرف ان انت غشاش، وكل الاجتهاد اللي انت طلعته ده مش انت، ده اكيد كان شات جي بي تي. اكيد ما هو ده مش خطك ولا دي افكارك يا معلم، ما هتتقفش. الكلام ده مش كلامك عامه، يعني واضح قوي على شخصيتك ان هو هيكون مش انت. فراجع كده، راجع قراراتك. اصل هيحصل فيك زي ما حصل في روبرتو مورينو. هتقول لي بقى، قولي لي مين روبرتو؟ انا اقول لك بقى مين روبرتو مورينو. قول لي بقى، انا هقول لك. المدير الرياضي السابق لنادي اسمه سوتشي قال ان المدرب الاسباني روبرتو مورينو اعتمد على برنامج شات جي بي تي في ايه بقى؟ في اتخاذ عدد من القرارات الفنيه داخل فريق كوره اصلا بقى. وده كان السبب الرئيسي في انهاء التعاقد معاه، يعني مشوا المدرب ده بسبب الموضوع ده. اوضح كمان ان مورينو استخدم شات جي بي تي في اعداد جداول الرحلات بالنسبه للفريق، تنظيم شؤون الفريق، اختيار اللعيبه. ايه ده اصلا كمان اعتمد على نظام تدريبي اقترحه شات جي بي تي بيخلي اللعيبه تفضل صاحيه لمده 28 ساعه بشكل متواصل. قال لهم دي فكره تحفه وهتخليكم رهوان في الملعب. ده يتعبهم ده كده. اصحى لي 28 ساعه تنزل رهوان على النجيله. مش هجريك والله، ما هجريك. هصحيك 28 ساعه ومش هتصحى ولا هتلعب ولا. طب ليه العذاب؟ والله ما خليك شايف قدامك تمشي خطوه واحده. ليه سمع كلام شات جي بي تي اصلا؟ هو الموضوع ده بقى اثار اعتراضات داخل النادي، الناس ما فهمتش الموضوع ده بيحصل ليه. ماشي. وقال كمان ان المدرب لجأ كمان للشات جي بي تي ان هو يعمل تقييم للمهاجمين، يختار البدله. لو قاعد على الدكه مثلا يساله انزل مين دلوقتي، قول لك يا شات جي بي تي. قول لي يا شات جي بي تي، ايه رايك في اللي قدامي ده؟ قول لي يا شات جي بي تي. طب ليه؟ طب هو انت شخصيتك فين يا مورينو؟ قول لي شخصيتك فين، يعني صارحني. الموضوع كان ليه ايه اللي وصله للموضوع ده؟ عندك واحد من اللعيبه اللي تم اختيارهم بناء على اختيارات شات جي بي تي ما قدمش المستوى المطلوب. اكيد يعني شات جي بي تي خيش في موضوع التبديل ده، قال له نزل ده مكان ده، راح نازل ده، ما خيش الدنيا اكتر ما هي مخيشه اوريدي. غريبه فعلا. اداره النادي بقى عملت قررت انهاء التعاقد مع المدرب ده بعد التاكد من اعتماده المفرط على البرنامج في قرارات فنيه حساسه. هو ليه بيعاملوا معامله ان هو الاسيستنت بتاعه، بديل يعني المدرب؟ انا مش فاهمه انت ليه بتعامل معايا برنامج بديل المدرب. بديلي اصلا. بديل انا شخصيا، يعني انت ما بتتعاملش بدماغك، بشخصيتك، بقراراتك. قول لي يا شات جي بي تي هعمل ايه؟ ايه القصه؟ اكسب مين؟ الجانب الاخر يعني المدرب اصلا نفى الكلام ده وقال لهم ما استخدمتوش اصلا في اتخاذ قرارات فنيه بشكل مباشر، واكد ان اللي بيتردد في هذا الشان غير دقيق، واصلا بقى اللي معاه سكرين شوتس ينزلها كذب. طبعا اللي معاه بقى سكرين ريكوردنج ينزلها، وانا اصلا ما عملتش كده. اللي يعرف ابويا يروح نكلمه بصراحه. ومش مشترك كمان بقى في الباقه البريميوم اصلا، يعني اصلا بقى كل ده فري والله. ما هو عشان فري فهو اكيد عشان انت لو مشترك يعني. ما كنتش خيشت بالظبط. طب كنت اشترك يعني نعتمد عليه بس بقدر معقول يا جماعه، نخليه يساعدنا ينظم افكارنا بس ما يبقاش بدلنا. لا بص، انا هقول لك حاجه، انا ما عنديش مشكله ان الناس بتستخدمه في الشغل، بس علشان يزود معلوماتك مش يجيب لك اصلا معلوماتك. يعني انت لو صفر فلا انت كده صفر بجد. ما تخليهوش يعمل شغلك كله. بجد، اصل انت كده بتلغي دماغك. يعني ما عنديش مشكله. كذا حد برضو كان عنده الراي ده، انه اي بيساعدنا دلوقتي، وتشات جي بي تي وكل الانواع عامه بقت حاجه حلوه. وفعلا زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت في جنزي، كانت حاجه حلوه ان هم ليهم وسيله بيساعدوهم اوبشن ما كانش موجود. بالظبط، بقى عندك اوبشن فعلا احنا نقدر نثق فيه، ولكن مش 100%. يعني مش 100% خالص، لان هو اصلا بيعمل غلطات سهله قوي، اللي هو انت بتكون عارف اجابه حاجه وهو يقول لك عكسها تماما. فليه بقى ليه انت تمحي شخصيتك وتعتمد عليه؟ ملاش لازمه. ولو عايزين نتاكد يعني في بعض الابلكيشنز، طبعا مش هقول اسامي يعني، بس في بعض الابلكيشنز واحنا بنستخدمها واحنا سايقين بيبقى الديستنيشن خلاص، او المكان اللي انت رايح له وصلت وعلى يمينك، ويقول لك لا يا معلم شايف الكوبري اللي هناك ده، هتكمل على طول، تطلع الكوبري تنزل بقى وسط البلد وتلف وترجع له تاني. فالموضوع هياخد منك 40 دقيقه زياده، مع انه جنبك ومفروض توصل في دقيقه، مع انك وصلت. هو ما وصلكش عشان
عشان كان في بس رصيف، عشان مش عايزك تطلعوا بقى. يا عم ما والله لازم نعتمدش كنت هطلعوا. ما نعتمدش يعني قوي على كل اللي بنشوفه على الانترنت، خاصة الاي اي علشان بيسوح جيم في حاجة معينة. بعد الشعري طب انا افتكرت إيه؟ انا عملت حاجة يا بنتي والله. بعد الشعري. مش دلوقتي الكاميرا اهي جت عليا. افرض بقى دلوقتي اهي ايه بقى، أهي جت. تخيل كده كام كاميرا إزيكم؟ تيجي عليا بس. كنتم معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير.